آه الأهلي والبنك الأهلي زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، مباراة صعبة، مباراة معقربة، مباراة لها تاريخ معانا صعب. ومش كفاية كده، والجهاز الفني بتاعنا ما هنش عليه المباراة تعدي زي الناس. اتكلمنا زي ما اتكلمناش، النقاد قالوا زي ما قالوش، ناس في التلفزيون اتكلمت زي ما اتكلمتش، الجمهور اتكلم زي ما اتكلمش. الجهاز الفني نازل بيألف، اللعيبة نازلة بتألف. عندي اتنين باك شمال في الأخير بلاعب كوكا أساسي عليهم. جبت الراجل احمد عيد اول مباراه اساسي وحاطط جنبه بيكها اول مباراه اساسي. مطلع اليو ديانج وبلعب بمروان بن رمضان جنب بعض. كميه العبث بقى اللي فوق الوصف بعد تغيير زيزو. يعني كميه العبث اللي بيعملها الجهاز الفني فوق الوصف بعد تغيير زيزو. تريزيجيه بيلعب في منتخب مصر ساعات رقم 10، ساعات رقم 8. نلعب احنا زيزو رقم 8 ونحط الراجل على عدلته بن شرقي ناحيه الشمال ونودي حسين الشحات ناحيه اليمين. لا، نألف. نعمل ايه بقى في التأليف؟ نخلي حسين هو اللي في قلب الملعب، وناخد بن شرقي من ناحيه الشمال نوديه ناحيه اليمين ونحط تريزيجيه مكانه. ما تعدل الملعب يا عم. يا عم اعدل الملعب واعدل اللعيبه واعدل الفرقه اللي اصلا معوجه من اول ماتش معاك. احنا لا قادرين نطلع بالكوره. ياسين مرعي بساطته ضعيفه جدا، بساطه الطوليه بتاعت ما هي يا جماعه ما عندناش محمد عبد المنعم تاني، ما فيش بروفايل محمد عبد المنعم تاني في الدوري. كان عندنا رامي بيقول بنسبه 60 70% نسبه بساطه زي محمد عبد المنعم ومشيناه عشان طالب فلوس زياده. جبنا الجزار وما لعبش، جبنا هادي رياض وبره القايمه. امبارح احنا عشان مستنيين حد ينزل يغير النتيجه بعد تغيير حسين، ما لقيناش حد نازلين بطاقه وطلع هيغير النتيجه. الراجل المهاجم جاي نازل كده مش بسم الله ما شاء الله، انا بغض النظر هو ضيع الفرص ولا ما ضيعهاش. الراجل اصلا نازل تحسه كده يعني عليه ديون، اجايف نفسه كده. تشكيله واداء وتكتيك في الملعب احنا كله صفر وما نستاهلش المكسب. كنت بقى انك من اول مباراه بتلعب بكوكا وانت مقتنع بيه ورميلي شكري بره. انت سايب لي الجزار بره وبتلعب ببيكهام واحنا عارفين بيكهام رغم انه انقذ هدف امبارح الصراحه. يعني يثنى عليه الهدف اللي انقذه امبارح بيكهام. بتلعب باحمد عيد ومحمد هاني بدل محمد هاني جنب بيكهام. وتأليف تأليف تأليف تأليف. مروان عمل اللي عليه، يعني مروان عطية عمل اللي عليه. بن رمضان بقى لا بيهاجم ولا بيدافع ولا بيلعب كورة ولا بيعمل حاجة خالص في الملعب، وتايه وبنلعب ناقصين واحد بوجوده. بنلعب مفيش حاجة مفيش حاجة تقنعني ان انا العب بالشكل ده الا هي ان هي افتكاسه طلعت في راس الجهاز الفني والمدير الفني، لان كابتن وليد موجود وكابتن عادل مصطفى موجود. يا جماعه قولوا كده غلط. يا بيه يا حبيبي كده ما يصحش. كده يا بابا كده مش صح. البنك الاهلي بيعمل علينا كده جيم امبارح. سيبك بقى من ده كله. ودي بقى الحته الايه، الروح اللي عند اللعيبه. فرقه كامله مفيش فيها غير تسجيلي بيلعب بروح امبارح، والباقي كله بيتدلع بيلعب بالشوكه والسكينه. اشرف بن شرقي عارفين ان ده اموره وراجل ما بيرجعش يدافع، وغلطه الهدف يشيلها اشرف بن شرقي ويشيلها الشناوي ويشيلها احمد عيد. بس بن شرقي لو كان كرم ورجع خطوتين كان عمل الزاويه. احمد عيد لو مصحصح كان خد خطوتين قطع عبد المهاجم. الشناوي مش هيمد ايده لو حتى متنا. دي حاجه. الحاجه التانيه، من امتى واحنا في النادي الاهلي بنعمل تدوير ما بين حراس المرمى؟ انا من يوم ما وقعت على الدنيا مشجع النادي الاهلي اول مره اشوف النادي الاهلي النهارده بيعمل تدريب من حراس المرمى عشان التاني يروحوا كاس عالم. ما شاء الله عنهم ما راحوا كاس عالم، ما شاء الله عنهم ما لعبوا. انا عمري ما شفت النادي الاهلي حريص على مصلحه اللعيبه فوق مصلحه الفرقه كده. مستحيل نكون ماشيين بالشكل ده. عشان نوفر فلوس رامي ربيعه خسرنا هدول 3 4 مرات في المدافعين ما نفعوش. عشان نوفر فلوس في رامي ربيعه جبنا اشرف داري بتاع المغرب اللي ما بيعرفش يباصي برضه وما استفدناش منه اي حاجه. اصابات 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 ومبالغ بتندفع على الفاضي. اداره النادي الاهلي فين من الصفقات دي؟ مش عايزين نتكلم على المهاجم لسه بدري على الكلام على المهاجم وهياخد راحته وياخد وقته. هو اصلا جاي من دوري بيلعبوا هناك بسرعه السلحفه. وراجل احمد عز امبارح كان الراجل ما بيلعبش من لمسه واحده، الراجل بيلعب جماعي لازم يستلم ويحط. الراجل مش هياخد وقت قبل ما يتعلم، او انتوا علموه بقى وانتوا ما خدتوش بالكم انتوا بتجيبوه. انا الراجل ما بياخدش من اللمسه الاولى. ما تفهمش لما عندنا ناس محللين، الناس اللي في النادي عندنا السكواد في النادي عندنا لجنه السكاوتنج ما بتشوفش الكلام العك اللي هم بيعملوه ده. نيجي بقى لنقطه التحكيم. طبعا التحكيم امبارح انا بشوف ما نستاهلش المكسب، ما نستاهلش المكسب. ما لعبناش.
تشكيلتنا وحشه، تشكيلتنا وحشه، ادائنا سيء، ادائنا سيء، بس ده مش مبرر انك ما تدينيش حق يا عم. ضربه جزاء بتاعه الراجل عثمان ده اوتاكا اقسم بالله باينه زي الشمس. يا عم اديني حقي، واخسر اخسر مش هتعادل، بس اديني حقي. اقل لمسه ليهم توت توت توت. كان في كره قدامك شوط في رجل تريزيجيه وانذار، انت ما اتكلمتش، عامل فيها مش شايف. الراجل كل ما هو غندور ده باطل، كل ما هو موجود اسمه غندور في الكره المصريه اقسم بالله مشبوه مشبوه. انا بقول اهو مشبوه مشبوه. اديني يا عم، اديني حقي. ضربه جزاء واضحه، الراجل استلم الكره والكره عدت في ظهر المدافع، والمدافع معاه المهاجم في وشه وبايديه. ايه الفكره انك ما تصفرش؟ ايه الفكره ان الراجل المحترم اللي على الفار ما يقولكش تعالى يا عم شوفها؟ حاجه من العك. النادي الاهلي لازم يصور التصحيح كامله. احنا مهددين نطلع موسم صفري، انتوا متخيلين؟ الاهلي يعني احنا طلعنا من كاس مصر والدوري اهو بيروح واحده ورا الثانيه. احنا مهددين نطلع بموسم صفري بعد زيزو وتريزيجيه وبن شرقي ومهاجم ومدافع وخط بعد ده كله. صحصحوا، الموسم بيخلص وما فضلش معانا وقت للتهريج. احنا غياباتنا مفيش غير ياسر ابراهيم بس اللي عنده الغايب، الباقي كله مفيش. كده كده ديانج رايح فالنسيا، كده كده الراجل التاني احمد ده رايح العراق، فمفيش. احنا محتاجين شغل في الملعب على اللعيبه، ما تقوليش ما ارتاحوش. احنا محتاجين شغل فني كتير جدا. احنا وقفتنا في الضربات الثابته غلط مليون في المية. احنا لا بنستغل الضربات الثابته اللي لينا ولا عارفين نتقي شر الضربات الثابته اللي علينا. عايزين شغل اداري وفني كتير جدا الفتره اللي جايه. حبايب اخواتنا وحبايبنا، دي كانت ملخص المباراه اللي حصلت امبارح. قولوا لنا رايكم في الكومنتات، ودعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.